السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين منوعات شمس. عارفة ان بقالي فترة غايبة عنكم ومش بنزل فيديوهات، بس راجع لكم النهاردة بفيديو مميز جدا. الفيديو ده كنت مصوراه خامس يوم العيد في جولتي المفضلة في قلب القاهرة وميدان طلعت حرب. تعالوا معايا نشوف وسط البلد وهي رايقة وفيها بهجة العيد. واول حاجة هنبدأ بيها جولتنا النهاردة هو الميدان الاشهر في وسط البلد، ميدان طلعت حرب. الميدان ده زمان كان اسمه ميدان سليمان باشا الفرنساوي، لحد ما اتغير اسمه واسم الشارع بعد الثورة تخليدا لذكرى أبو الاقتصاد المصري طلعت حرب، الراجل اللي أسس بنك مصر عام 1920 وحرر أموال المصريين وعمل لنا شركات بنفخر بيها لحد النهاردة زي غزل المحلة ومصر للطيران واستوديو مصر. أما التمثال الجميل اللي واقف في نص الميدان وباصص على شوارع القاهرة الخديوية فده صممه النحات المصري فتحي محمود، وتم افتتاحه سنة 1964، يعني بقاله أكتر من 60 سنة واقف شاهد على حكايات وسط البلد. وسط البلد دي ليها مكانة خاصة في قلب كل حد فينا، جمالها في انها لسه محتفظة بروح زمان وبتراثها اللي عايش لحد النهاردة. المباني الخديوية القديمة، تفاصيل البلكونات، الشبابيك الخشب والزخارف اللي على الحيطان، كل شبر هنا بيحكي قصة من تاريخ مصر. التمشية هنا مش مجرد خروجة، دي رحلة بالزمن لزمن الفن والجمال والشياكة. مكان بياخدك في حتة تانية، بجد بياخد حتة من قلبك وما بتزهقش منه ابدا. عارفين هي اكتر حاجة بتميز وسط البلد؟ انها اكبر متحف معماري مفتوح في مصر. التراث الخديوي اللي هنا المصمم على التراث الاوروبي والباريسي لسه صامد وبكامل هيبته وجماله لحد دلوقتي. لما بتمشي بين شوارعها بتحس ان المباني بتتكلم، والمحلات القديمة والقهوة اللي قاعد عليها كبار الكتاب والفنانين لسه بتنطق بالثقافة والفن. هنا كل ركن بيفكرنا بالزمن الجميل، حتى الحنطور اللي بياخدنا في رحلة سريعة نلف بيها الميدان ونشوف وسط البلد بعيون تانية خالص، عيون مليانة بهجة وفرحة. شوارع واسعة، مباني عريقة وتفاصيل بتخطف العين. دي وسط البلد اللي مهما اتغيرت الدنيا بتفضل محتفظة بهويتها وتراثها الأصيل. الهدوء اللي في شوارعها خلاني أشوف تفاصيل المعمار والجمال ده بوضوح أكتر. بجد وسط البلد دي حكاية ما بتخلصش، وكل ركن فيها في حتة من تاريخنا. بصوا معايا كده على شكل العماير والتصميم الهندسي الرائع ده. بجد وانت ماشية في شوارع وسط البلد بتحس كأنك واقفة في قلب باريس، وده مش من فراغ، لأن الخديوي إسماعيل لما قرر يبني المنطقة دي جاب أشهر المهندسين الفرنسيين والإيطاليين علشان يصمموها على نفس تراث العاصمة الفرنسية. التفاصيل دي من أول البلكونات الحديد المشغول لحد الزخارف اللي على الواجهات بتخلينا نحس بجمال وعراقة مفيش زيها. وعلشان اكون صادقة معاكم، التصوير في وسط البلد وتحديدا في ميدان طلعت حرب مش سهل خالص زي ما الناس فاكرة. الميدان ده منطقة حيوية جدا، والرقابة فيها مشددة، والضباط الموجودين في كل مكان طبيعي جدا حد يوقفك ويسألك بتصوري ليه. احنا شرحنا للأمن اننا بنصور محتوى لقناتنا على اليوتيوب، والحمد لله الضابط كان متفاهم جدا وسمح لنا بالتصوير، بس طبعا في اماكن معينة كانت ممنوعة تماما وطلب مننا نلتزم بقوانين التصوير، وطبعا ده قانون لازم نحترمه وما ينفعش نخالفه. عارفين ليه بنحب وسط البلد؟ لانها المكان المثالي اللي بنصنع فيه احلى ذكرياتنا. مهما روحنا اماكن جديدة بنرجع هنا علشان نلاقي هدوء الاعصاب والراحة اللي بنقعد ندور عليها. جمال المكان ده في شوارعها الواسعة العريقة اللي بتخليكي تمشي وتبصي حواليكي وانتي مبتسمة ومرتاحة. بجد التمشية في شوارع وسط البلد هي أحسن دواء لأي تعب وأي ضغط نفسي.
والمشي والروقان في وسط البلد بيجوع. وعلشان كده كانت محطتنا اللي بعد كده عند وهمي. طلبنا السندوتشات الخطيرة بتاعتهم. والميزة بقى اننا لحقنا عروض العيد اللي كانوا عاملينها. الاكل كان طالع سخن وجميل وبجد قفلنا بيه اليوم صح. عارفين ليه وسط البلد خروجة مثالية؟ لأنها بتجمع كل حاجة في مكان واحد. الأكل والحلويات متوفرين بأشكال تفتح النفس. المطاعم لازقة ببعضها زي وهمي وبلبن وكرم الشام. ده غير إنها جنة للشوبينج. هتلاقوا محلات بدل وفساتين ولبس أطفال وكبار لكل الأذواق. وأكيد فاكرين مول طلعت حرب، أكبر مول في المنطقة اللي صورته معاكم قبل كده. وسط البلد بجد منطقة متكاملة بتلبي كل طلباتكم. وسط البلد بالنسبة ليا أنا وجوزي هي المكان السحري بتاعنا. دايما بنحب نيجي هنا في أي وقت. لو حاسين اننا مبسوطين وعايزين نحتفل بنيجي هنا. ولو حاسين اننا زعلانين او مضغوطين وعايزين نفصل بنيجي برضه هنا. علشان نشتري هدوء اعصابنا. واحلى ما في الموضوع بقى ان المترو جنب بيتي على طول. يعني مش بناخد وقت ولا بنتبهدل في مواصلات وبنركب وبننزل فورا في محطة وسط البلد. اللي هي محطة جمال عبد الناصر. خطوتين وبنكون في قلب الروقان. وبعد ما استلمنا الاكل اخدنا السندوتشات ورحنا على القهوة المميزة اللي دايما بقعد عليها انا وجوزي في شارع زهرة البستان. الشارع ده قعدته ترد الروح. وليها طعم زمان. قعدنا هناك وطلعنا الاكل وعايزة اقول لكم اني وفرت توفير جامد في العرض ده. السندوتشين كانوا نازلين في عرض العيد ب380 جنيه. ومعاهم كمان حاجة ساقعة. في حين ان السندوتش الواحد في الايام العادية عامل 250 جنيه من غير الحاجة الساقعة. يعني بجد لقطة وقضينا احلى وقت بأقل تكلفة. افتح الطبق اللي فوق كده. افتح. وطبعا بعد الأكلة الحلوة دي كان لازم وراها نحبس بحاجة حلوة تحل بقنا. رحنا على طول ناكل آيس كريم وما قصدناش أي مكان. ده أكتر محل مشهور في ميدان طلعت حرب. بيعمل آيس كريم رول عصاج تحفة. بجد طعمه وانتهاش ملوش حل. والفرجة على طريقته وهو بيعمل آيس كريم لوحدها متعة. كل الأطعمة متوفرة وموجودة عندهم. احنا استقرينا على المانجا والشوكولاتة. وشايفين الصوص ده وهو بينزل بجد الصوص اللي بيحطه على الايس كريم كان تحفة. ومظبوط بالظبط. ميكس الانتعاش والشوكولاتة قفل معانا اليوم صح. وسط البلد هتفضل دايما هي المكان اللي بنروحه علشان نشتري هدوء أعصابنا. ونرجع بالزمن لأيام الشياكة والروقان. اتبسطت جدا بالخروجة دي مع جوزي وبكل لقطة صورتها ليكم النهاردة.
ودي كانت جولتنا الرايقة خامس يوم العيد في قلب القاهرة وميدان طلعت حرب. لفينا وشفنا جمال المعمار اللي شبه باريس، واكلنا احلى سندوتشات وحلينا بالايس كريم، والاهم اننا صنعنا ذكرى حلوة جديدة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وعشتم معانا الاجواء الرايقة دي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تكبر بيكم، وسيبولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وجولة جديدة. مع السلامة.